السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماراتي الحلوين، يا رب تكونوا جميعا بخير. رجعنا بقى الروتينات القمر بتاعتنا، والروتين النهاردة هيعجبكم قوي لأن هو كمان روتين للغالية. ربنا يبارك لي في عمرها، بركة حياتي أمي حبيبتي. بصوا، هو نص الروتين هيكون في بيتي في شقتي، وبعد كده هوريكم كده مقاطع لما روحت عندها. ربنا يبارك لي فيها يا رب. بصوا، كل اللي ليه أم عايشة ياخد رضاها يا جماعة. رضا الأم ده هو بركة الحياة. تحسي كده إنه في الحمد لله رب العالمين، يعني مدد وعون من ربنا سبحانه وتعالى ليكي في حياتك. رضا الأم يعني زي ما بنقول كده، رضا الرب من رضا الوالدين أو من رضا الأم. ففعلا فعلا بر الوالدين ده يعني اللي تكسبي بيه دنيا وآخرة. بص، عشان ما اكترش عليكم بقى واوريكم الروتين ماشي ازاي. اول حاجه انا كنت جايبه كرومبايه حلوه كبيره كده، فقسمت معايا ما شاء الله 3 علب. زي ما انتوا شفتوا كده. قلت ايه، هاخد منهم كده مثلا علبتين. جات في خاطري قلت ايه، هروح افطر عند ماما، فانتوا عارفيني انا ساكنه بعيد عن ماما، ففين وفين لما بعرف ان انا اروح لها حبيبتي وكده، فبحب ان انا ايه، ادخل عليها كده بحاجه من عمايل ايديا، فاهميني. لان هي مش ساكنه جنبي، مش سهل ان انا مثلا اعمل اكله واودي لها مثلا تدوق الكلام ده كله. فقلت ايه، هعمل لها كده حله محشي كرنب وناكلها سوا. وكان الخير كتير والله، هوريكم دلوقتي. كمان عرفت ان انا ايه، بصوا بصوا الكاميرا وقعت مني ازاي، عشان تعرفوا احنا بنعاني قد ايه. بنعاني قد ايه من التصوير وكواليس التصوير. الأول بقى طبعا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي كتير في الأيام المفترجة دي، احنا في شهر كريم، شهر رمضان. ربنا يتقبل منا يا رب صالح الأعمال، ويجعلنا كده إن شاء الله من المغفورين فيه والمعتق رقبنا من النار يا رب العالمين. ويعني يجعلنا إن شاء الله من الفايزين كده بأمر الله بليلة القدر، ويجعلنا يا رب صحبة صالحة دايما يا رب العالمين. بصوا بقى، هنا ده الرز اللي هو الطباخ. ده الرز انا كنت جايباه من اللي هي منافذ بيع القوات المسلحه. فدي كان الكيلو ب 18 جنيه تقريبا ساعه لما كنت جايباه، يعني مش عارفه بقى هو السعر، طبعا سعر الرز عمال يعلى. فمش عارفه وصل لكام دلوقتي. بس بوريكم ان هو بيتنقى، يعني بيبقى فيه اللي هو الحاجات السودة دي. فطبعا بنقيه. قعدت بقى انقيه مع نفسي كده، وكنت قطعت الخضرة زي ما انتوا شفتوا بتاعة المحشي، وجبت كيس التتبيلة بتاع خلطة المحشي من كنور. لو مش عندك حطي توابل كتير للمحشي بيبقى حلو قوي. شوية نعناع ناشف بيبقى حلو قوي، تفركيهم كده على خلطة المحشي. تحطي رشة خفيفة كده من القرفة من الجنزبيل. بصل بودر والثوم البودر، كل الحاجات دي بتعمل نكهة حلوة قوي لخلطة المحشي. ويا سلام بقى لو عندك بقى هريسة الشطة، حطي معلقة صغيرة كده من هريسة الشطة. عشان يبقى برضو متبل كده، الخلطة بتاعته تبقى سبايسي شوية، بتبقى حلوة قوي. الصلصة زي ما انتوا شايفين كده، سبتها كده شوية على النار بعد ما كنت قليت البصل كده. بس طبعا في خلطة المحشي ما بنزودش قوي في قلي البصل، وبسيب جزء كده زي ما انتوا شايفين من البصل، بحب اضيفه ايه، ني كده على الخلطة، بيسكر لي الخلطة بيخليها حلوة. وطبعا بعمل الخلطه بالزيت، انا بحب ان انا اعمل خلطه المحشي بالزيت، بحبش احط يعني مش محتاج ان انا احط سمنه على زيت. لان انا كده كده لو انا هسقيه بشوربه، الشوربه بتبقى دسمه وحلوه، ما هي اصلا بتحلي طعم المحشي. بس احنا للاسف في اللحظه دي ما كانش عندي شوربه، فعملت اللي هي الشوربه الكدابه دي، اللي هي ميه مع مرق الدجاج مع ملح وكمون وكده. طبعا ملاحظين نزلة البرد في صوتي. الخنفان بدأ يشتغل. ف الله المستعان بقى. الحلة بقى دي اللي انا هرص فيها، اللي هي مطرح الخلطة، هرص فيها الايه، الكرنب بتاعي، الصوابع بتاعتي يعني. بحب كده الحلة اللي انا عملت فيها الخلطة، سبكت فيها الخلطة. هي اللي انا ارص فيها المحشي بتاعي. تعالوا بقى كده نثقل الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عايزه اوريكم بقى، بصوا، رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في اللي انتوا شايفينه ده. السر في اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، السر في المواعين. عايزه اقول لكم ان انا كنت عملت نصها كده وملحقتش.
كنت عايزة اروح بسرعة عشان الحق الفطار، لان انا كنت لسه هسوي المحشي عند ماما. يعني كنت واخدة المحشي وجبت برضو ايه بتنجان وكوسة كده، كملت بيهم الخلطة. دي اختي كانت واقفة معايا، فبتقول لي انت بتصوري ولا ايه، خدتها انا على غفلة كده. فهنا بقى ايه في المطبخ عند ماما، كنت عملنا بقى قلينا البانيه، وده بانيه جاهز على فكرة، اللي هو بتاع بيبقى شركات كده. ولقيتهم بقى عاملين السلطة، وسوينا بقى المحشي. عايزه اقول لكم طبعا اتاخرنا في الفطار، لان انا دخلت عندهم اصلا متاخر جدا، كان الساعه 6 تقريبا. فماما بتقول لي احنا هنفطر على العشاء ولا ايه؟ قلت لها يلا بقى. وكنت عامله سمبوسك برضو. يعني انا كنت ايه جايباها، واختي بقى ايه حشتها بالجبنه اللي هي الفيتا بتاعت العلب دي. وبدأوا بقى الولاد يقعدوا، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم. فقلت لهم ايه انا بحب اصور كده اللقطات دي. قالوا لي ماشي، بس ايه عايزين ناكل بقى وكده. فقلت لهم خلاص ماشي، اصور بس كده المقطع. لمة العيلة دي ربنا ما يحرمناش منها يا رب ابدا، ويبارك في اولادنا جميعا ويرحم يعني كل الام متوفية، يدعي لها كده بالرحمة في الايام المفترجة دي ويقرأ لها كده، يقرأ كده القرآن بنية ان الثواب يروح لها ان شاء الله. وربنا يبارك في امهاتنا جميعا اللي عايشين يا رب، ما يحرمناش منهم ابدا. ويرحم ابي يا رب، ويغفر له يا رب، ويرحمه رحمه واسعه يا رب العالمين. ادعوا بقى لبابايا في الايام المفترجه دي بالرحمه والمغفره، و... ويجعله يا رب في الفردوس الاعلى يا رب، مع الشهداء يا رب والنبيين. والله العظيم احنا عايشين فعلا ببركه دعائهم. آه الحمد لله رب العالمين. يعني زي ما قلت لكم، ربنا يبارك في امهاتنا جميعا ويحفظهم. واللي ليه بقى مامته وباباه لسه عايشين، يكسب رضاهم بجد. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل ابدا ان انت تتأخري عليهم، تحسي كده ان بس يعني من نظرة عين مثلا مامتك او باباك ان نفسهم في حاجة وتتأخري عليهم فيها. لا، يعني بصوا، والله العظيم فعلا فعلا بر الوالدين ده، انتوا يعني لو تشوفوا وتقرأوا عن عظمة بر الوالدين هتعرفوا ان فعلا في صلاح الدنيا والآخرة. فعلا في صلاح الدنيا والآخرة. هنا انا كنت روحت البيت بقى، وطبعا كنت بقى كملت بقى بقية المواعين. عايزه اقول لكم طبعا ده كان تاني يوم، يعني روحت طبعا خلصانه. فتاني يوم بقى ايه، قلت اتنشط كده عليهم واغسلهم. آه، ما فيش حاجه تستاهل يا جماعه والله ان احنا نزعل من بعض كاخوات، او ان احنا نزعل من بعض كاصحاب او كاهل يعني او كجيران او كاي حاجه. بصي حاولي تخلي الايام المفترجه دي بدايه كده لحياه جديده صافيه، كلها كده حب والوجه الله تعالى سبحانه وتعالى. طمنوني بقى كده في التعليقات، عملتوا ايه في ختمة القرآن؟ مين اللي ختم ومين اللي خلاص قرب يختم ان شاء الله؟ ربنا يتقبل منا يا رب صالح الأعمال. أنا ختمت الحمد لله أول ختمة، وبدأت في تاني ختمة بقى كده، فممكن إن شاء الله أكملها بعد رمضان.